اشنو كتعرفوا على سوسة الودنين؟ السلام عليكم. معكم دكتور أنس شبعتة، طبيب جراح أنف وأذن وحنجرة بمدينة طنجة. كما شاهدتوا معنا اليوم حالة شابة عندها 19 عام كتعاني من تقيحات مستمرة في الأذن وسيلان ديال القيح من الأذن اليمنى، زائد نقص في السمع. وهذا الشيء هذا كان عندها منذ الطفولة ديالها، كانت دائما كتمرض بالأذن ديالها. دونك ملي جات عندنا للعياده ومن بعد الفحص اللي عملنا لها لقينا بان عندها اعراض ديال تسوس الاذن الوسطى. من بعد ما طلبنا السكانير وتاكدنا الى هذا المرض هذا، فالعلاج كيبقى هو الجراحه. كما شاهدتوا جراحه عبر الميكروسكوب، كتكون جراحه دقيقه لاننا كنخدموا في عضو اللي دقيق، اللي الاذن اللي يعني الاعضاء ديالو دقيقه جدا، فخص تكون يعني العمليه مركزه ويعني مينيسيوز. الحمد لله العمليه كتتم، يعني خصنا نقيو هذاك السوسه اللي كاينه، هذيك الجلده اللي دخلات في الداخل ديال الاذن الوسطى كنقيوها من العظم، وكنعاودوا نرقعوا غشاء طبله اللي كيكون جديد، وما كيسمحش بانه يعاود يكرر لنا نفس المشكل اللي كان عند هذه السيده. فنطلب الله ان شاء الله العلاج والشفاء لهذه السيده هذه. ومن هذا المنبر كنطلبوا الناس وكنوجهوا نداء للناس اللي عندهم يعني مشاكل ديال الاذن اللي كتكون متكرره، ما كتمرضش بالدواء العادي وبالقطرات العاديين، فانهم ممكن انهم يكون عندهم تسوس ديال الاذن ويلجؤوا للطبيب اختصاصي ديال الاذن اللي يشخص لهم المرض ديالهم ويتم العلاج في اقرب الاوقات، حتى الله يحفظ، حيت هذا المشكل ديال السوسه كيتطور الله يحفظ، يقدر ينتشر للدماغ، ياكل السوسه العظم ديال الدماغ، يقدر يعمل شلل في العصب السابع. فهو مرض اللي كيتطور مع الوقت، فكل ما كان الفحص بكري كل ما كيكون العلاج انجح. وشكرا لكم.